مرحبا مجددا أصدقائي. كما تابعنا فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بحصة 2-1 أمام منتخب زامبيا في المباراة التي جمعت المنتخبين برسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم. هذا الانتصار جعل المنتخب الوطني يتصدر مجموعاته ويحافظ على الصدارة برصيد 6 نقاط. كيف كان أداء المنتخب الوطني في هذه المقابلة؟ هذا الفوز يعتبر فوز صعب بالنظر إلى سيناريو المقابلة، لأن المنتخب الزامبي كما كان منتظرا لعب بطريقة دفاعية، تراجع إلى الوراء، قلص من مساحة اللعب واستغل الهجمات السريعة المرتدة والمساحات التي تركها المنتخب الوطني المغربي في الوراء. في المقابل العناصر الوطنية لعبت بنفس طريقة اللعب المعهودة في المباريات السابقة، ولم يتضح أن هناك تطور في أداء المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الوطني المغربي الذي كان سباقا إلى التسجيل منذ الدقيقة السادسة عن طريق ضربة جزاء اصطادها يوسف نصيري وحولها حكيم زياش إلى هدف. بعد هذا الهدف ضغط المنتخب الوطني بكل قوة في معترك منتخب زامبيا من أجل إضافة الهدف الثاني، لكن ذلك لم يتأتى. المنتخب الوطني افتقد إلى الأفكار الهجومية، ولاحظنا بأن غالبا الناخب الوطني يعتمد بدرجة كبيرة على الجهة اليمنى أين يتواجد زياش، حكيمي وأناحي، ويستغل إمكانياتهم من أجل التفوق العددي وخلق الزيادة الهجومية، لكن ذلك لم يجدي نفعا لإضافة الهدف الثاني. أكثر من هذا، الهجمات المضادة السريعة على أقليتها من طرف منتخب زامبيا كانت تكتسي طابع الخطورة. في الشوط الثاني كان امتداد للشوط الأول، ولاحظنا بأن المنتخب الوطني دائما يجد صعوبة في بناء الهجمات وإتمامها في معترك الخصم. هناك تحفظ في الهجوم لأن يوسف نصيري كان متواجد في معترك الخصم أمام 4 أو 5 مدافعين دائما، وكان شبه معزول. المنتخب الوطني ضيع كرات عديدة في المحور، وهذا نقطة ضعف خصوصا في الثلث الأول من ملعبه، وبالتالي لاحظنا بأن هذه الكرات الضائعة في المحور كانت تكتسي طابع الخطورة، لأنها كانت تشكل خطورة واضحة عن طريق الهجمات المضادة السريعة لمنتخب زامبيا. المنتخب المغربي بعد مرور 60 دقيقة على بداية المباراة، وبعد 15 دقيقة على بداية الشوط الثاني، قام بتغييرين مهمين تم إقحام كل من سفيان الرحيمي وأيوب الكعبي مكان كل من حكيم زياش ويوسف نصيري، وبالتالي إبراهيم دياز أخذ مكان حكيم زياش. ولاحظنا بأن أصبحت هجمات المنتخب الوطني أكثر سرعة، أكثر دقة، وأكثر لعب نحو الأمام. وهنا الفارق، حيث أن حكيم زياش خلال الشوط الأول والدقائق التي لعبها خلال الشوط الثاني كانت هجمات المنتخب الوطني بطيئة في جهته، لأنه لاعب يفضل امتلاك الكرة وعدم اللعب في المساحات والجري بها. بالتالي شفنا بأن هناك تغيير، وبأنه إبراهيم دياز بحركته الدائمة بسرعته في تنفيذ العمليات خلق الفارق في الجهة اليمنى إلى جانب أشرف حكيمي. لاحظنا بأن الناخب الوطني اختار لاعب بمهاجمين رأس حربة كل من كبير ورحيمي من أجل خلق الفارق في مربع العمليات. ولاحظنا بأن كذلك إلياس بن صغير كان له دور في تسجيل الهدف الثاني وخلق الهجمات. وبالتالي هنا يمكن اعتبار حكيم زياش في الشوط الأول والشوط الثاني كان مشكل للمنتخب الوطني، لأن كل الهجمات التي تمر على رجل زياش كانت تتميز بالبطء، وبالتالي خروجه ولعب إبراهيم دياز في هذا الجناح أعطى ديناميكية وسرعة في تنفيذ العمليات، هو ما خلق الفارق به المنتخب الوطني. المنتخب الزامبي سجل الهدف في ربع ساعة الأخير عن طريق هجمة مضادة سريعة، خطأ مشترك ما بين الدفاع والحارس. لاحظنا كذلك بأن محور دفاع المنتخب الوطني أين كان يتواجد نايف أكراد والعميد رومان سايس، ما تميز بهذيك الصلابة الدفاعية كما كان معتاد سابقا.
ما تميزش بقراءة اللاعب والسرعة في الخروج بالكرة، ولاحظنا بأنه عانى الأمرين. الأكيد أن الإقناع غاب في هذه المقابلة. المنتخب الوطني يعني فاز بصعوبة. طريقة اللعب لم تتطور بشكل كبير، نفس الأفكار، نفس يعني تقريبا فقط تغيرت مركز بمركز. في التشكيلة الرسمية شفنا يعني الياس بن صغير اللي خدا مكان سفيان بوفال، ثم ابراهيم دياس اللي خدا مكان سليم املاح، وبالتالي كذلك العزوزي اسامه اللي خدا في هذه المقابله مكان سفيان المرابط الغائب. ولاحظنا بانه فقط هناك تغييرات مركز بمركز، ولكن دائما تغيب الجرأة الهجوميه، ودائما هناك تحفظ في اللعب الهجومي وتتغيب الافكار يعني، وتبقى يوسف النصيري شبه معزول امام عدد كبير من المهاجمين. هذه المقابله المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الزامبي سنعود لها بالتفصيل، والاكثر من هذا سوف نضعها في سياق يعني المباريات الاخرى لتصفيات كاس تصفيات كاس العالم 2026 المنطقه الافريقيه، ان جل المنتخبات الافريقيه التي لها صيت طويل في الساحه الافريقيه وعرف التألق في السنوات الماضيه وعبر التاريخ تعاني اليوم. وهذا مشكل. العديد من المنتخبات رغم انها تفوز بصعوبه، وهناك من تنهزم، وهنا هناك مشكل حقيقي في اللاعب، في تطوير اللاعب، وبالتالي تقريبا تنشوفوا نفس المباريات، نفس السيناريو يعاد في جميع المباريات. وهنايا يعني هناك مشكل حقيقي في تطوير اللاعب وفي التنظيم الهجومي عند المنتخبات الافريقيه. على اي نتيجه ايجابيه بطبيعه الحال، الفوز والمحافظه على الصداره في انتظار المباراه القادمه التي ستجرى باكادير بعد 4 ايام ضد منتخب كونغو برازافيل. تنتمناو ان المقابله المقبله يزيد المنتخب الوطني يطور من الاداء ديالو. وهنا تبغي نعطي اشاره قويه بان فعلا كان مجموعه من النقاط السلبيه، ولكن كان نقاط ايجابيه اخرى. ومن هذه النقاط الايجابيه ان الناخب الوطني كانت له الشجاعه الجرأه انه يخرج حكم زياش بعد 60 دقيقه ويعود بابراهيم دياز في الموقع ديالو. وكان هذا التغيير يعني مهم، وعطى الاكل ديالو وعطى ديناميكيه جديده ونفس جديد لهجوم المنتخب الوطني، وتمكن من اضافه الهدف الثاني. تنظن بانه الناخب الوطني خصو يتميز بهذه الجرأه، وخص يمشي يبحث على الحلول، يعني الحلول الجماعيه اكثر من هي الحلول الفرديه.